السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشمهندسين تالتة ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ ميعادنا النهارده ان شاء الله مع درس القوى او مع وحدة القوى المتوازية. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وان شئت جعلت الصعب سهل. عايزك تسمي الله، صلى على سيدنا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. اشترك في القناة، اعمل لايك على الفيديو كده عشان باذن الله ينزل لك بقية الوحدات. ويلا بينا نشوف وحدة النهارده بنتعامل معاها ازاي. يلا بينا. أول سؤال حبيب قلبي بيجي يقول لحضرتك إيه؟ بيقول لي مستر قوتان متوازيتان مقدارهما 5 وإيه؟ وقاف، ومقدار محصلتهما 25، وكانت القوة المعلومة والمحصلة يعملان في نفس الاتجاه. بص يا حبيب قلبي، القوة المحصلة أو القوة اللي هو مديها لك والمحصلة مالها لما بيكونوا في نفس الاتجاه بيبقى ليها حالتين، أدي واحد أدي اتنين. ممكن يكونوا القاف واحد والقاف اتنين في نفس الاتجاه هما كمان، وممكن يكون القاف واحد والقاف اتنين في عكس الاتجاه. يعني هنا لو في نفس الاتجاه، في الحالة دي أنا هعرف إن المحصلة بتساوي الجمع، صح كده؟ طب هنا أنا هعرف إن المحصلة هتبقى بتساوي الإيه؟ الطرح. فده اللي أنا عايز أحضره. أول ما يدي لك قوة ومحصلة عايز أعرف، مش عايز أعرف بقى مستر المحصلة والقوة، اللي أنا عايز أعرفه إن القوتين اللي هما الأصليين بقى قاف واحد وقاف اتنين، هل دول في نفس الاتجاه ولا هل دول في عكس الاتجاه؟ طب هتعرف منين يا حبيب قلبي؟ قال لي بص لي على المحصلة، هي أكبر من القوة ولا المحصلة أصغر من القوة؟ بالعقل، لو المحصلة أكبر يبقى معنى كده إن أنا جمعت، صح كده؟ يبقى معنى كده إن قاف واحد وقاف اتنين في نفس الإيه؟ الاتجاه. طب لو المحصلة صغيرة أصغر، معنى كده إن أنا عملت إيه؟ معنى كده إن أنا طرحت، يبقى القوتين في عكس الاتجاه. طب بص لي هنا، المحصلة مالها؟ قال لي المحصلة ب 25 والقوة ب 15، يعني معنى كده إن المحصلة هي اللي أكبر، يعني معنى كده إن القوتين في نفس الاتجاه، معنى كده إن المحصلة بتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين. طب المحصلة ب 25، قاف واحد بكام؟ 15، قاف اتنين مش معايا، أقدر أجيبها؟ أيوه، وأدي ده الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى معنى كده إن القاف طلعت معايا بكام؟ ب10، وهي الإجابة رقم إيه؟ 1000. طيب اللي بعده، إذا كانت المحصلة أو قوتان متوازيتان متحدة الاتجاه 7 و10، قوتان متحدين الاتجاه، واحدة فيهم ب7 والتانية فيهم بكام؟ ب10. طيب يؤثران عند نقطة أ وعند نقطة ب. حلو كده، أ ب كلها ب51. إذا كانت المحصلة تؤثر في ج، قال لي يا مستر أدي ج دي المحصلة اللي هي ح. عايز إيه؟ عايز أ ج، حاضر أجيب أ ج. بص يا حبيب قلبي، لما يجي في السؤال يدي لك طول الضلع كله او يدي لك ا ب كلها ب 51، دايما اللي انت عايزه سميه س والتاني يبقى 51 ناقص س. طيب لو قال لي ان كلها ب 10 يبقى واحده س والتانيه 10 ناقص س. اعطاني ا ب كلها ب 15 يبقى واحده بس واحده ب 15 ناقص س. طب اعطاني المحصله او اعطاني ا ب باي رقم يبقى واحده س وواحده الرقم ناقص س. طيب تشتغل ازاي؟ اي سؤال في قوتان متوازيتان، اول حاجه بقول له ايه؟ الح بتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين، يعني 7 زائد 10 بتساوي 17، حتى لو ما افادتنيش. تاني حاجه بقولها بنقوله ايه؟ القوه في البعد بيساوي القوه في البعد. شغلك دايما بيساوي ايه؟ قوه في بعد بيساوي قوه في بعد. قولها ورايا، هنقوله ايه؟ قوه في بعد بيساوي قوه في بعد. قولها ورايا، هنقوله ايه؟ قوه في بعد بيساوي قوه في بعد. قوه بكام؟ ب7 في البعد ما بينها وما بين المحصلة اللي هو س بيساوي قوة اللي هي بكام؟ ب10 في البعد اللي ما بينها وما بين المحصلة اللي هو 51 ناقص س. أنا بقى عايز س، أقول له من عينيا الاتنين. بص كده، 7 في س ب7 س، همسك ال10 ادخلها مرة هنا وادخلها مرة هنا، 10 في س أو 10 في 51 510 ناقص 10 في س ب10 س. حلو، يلا بينا دخل ده الناحية التانية بعكس الإشارة. 17 زائد 10 أو 7 زائد 10 يبقى 17 س بتساوي كام؟ 510. هقسم هنا على 17 واقسم هنا على 17 يبقى الس بتساوي، امسك الآلة يلا واحسبها لي، 510 على 17. يلا ادي 510 على 17
طلع معايا ب 30. يبقى معنى كده ان أ ج اللي انا فارضها س طلعت معايا قيمتها 30 اللي هي من مستر الاجابه بالنسبه لي اللي هي رقم ايه؟ الاجابه رقم أ. اللي بعده بيقول لك ايه؟ ق واحد وق اتنين قوتان متوازيتان ومتضادان في الاتجاه فان محصلتهما اكتب عندك مستر المتجهات محصله كمتجه المتجهات او في المتجهات اكتب لي جنبيها مليون مهم في المتجهات المحصله دائما جمع المحصله دائما جمع المحصله دائما جمع في المتجهات دايما بجمع في المتجهات انا دايما بجمع نفس الاتجاه بقى عكس الاتجاه بقى دايما في المحصله انا بجمع يعني دايما المحصله بيساوي ق واحد زائد ق اتنين. طب انت مش قلت قبل كده طرح؟ قال لي انا كنت بقول طرح لو هو كمعيار في عكس الاتجاه بطرح بس هو لو كمعيار انما هنا عايز كمتجه وانت قلت لي ان في المتجه دايما بجمع. بالله عليك خلي بالك من الحته دي. طيب اللي بعده يقول ايه؟ قوتان ق واحد وق اتنين متوازيتان اعطاني ق اتنين واعطاني المحصله كمتجه. طيب بيساوي ايه؟ سالب 2 ق واحد. عايز ق واحد اقول له بص ايه رايك لو شلنا المحصله كمتجه؟ استخدمت المعلومه بتاعت السؤال اللي فات قلنا ق واحد زائد ق اتنين بتساوي سالب 2 ق واحد كمتجهات. شلت المحصله وقلنا ان المحصله دايما جمع يبقى قوه اولى زائد قوه ثانيه مفيش اي مشكله. طيب هتخرج ده جوه وهطلع ده بره يبقى هنا ق واحد سالب 2 ق واحد لما تروح الناحيه الثانيه تبقى موجب 2 ق واحد بيساوي ايه؟ ده لما يطلع بره يبقى سالب ق 2 مش كده؟ طب يلا ق واحد و2 ق واحد يبقى 3 ق واحد بيساوي سالب ق 2. عايز ايه؟ عايز ق واحد. قال لي خلاص هنا هقسم على الثلاثه وهنا هقسم على الثلاثه يبقى ق واحد بيساوي سالب تلت ق 2. طلع معايا كام؟ سالب تلت ق 2. يبقى القوة الأولى هي بسالب تلت القوة الثانية لأن هو ممكن يقولها لك مش عايز قيمتها كام. أنا عايز أعرف هي القوة الأولى والقوة الثانية النسبة بينهم أو هما بيساووا قد إيه من بعض. هقول له القوة الأولى سالب تلت القوة الثانية يعني هي سالب تلت في القوة الثانية. فين القوة الثانية؟ اللي هي سالب 9 و12. يلا بينا نوزع. سالب تلت في سالب 9 يبقى 3. سالب تلت في 4 يبقى في 12 يبقى سالب 4. يبقى القوة الأولى اللي هو عايزها طلعت معايا ب 3 وكام؟ وسالب 4. فين 3 وسالب 4؟ الإجابة رقم ج. اللي بعده قوتان ق واحد وق اتنين متوازيتان وفي نفس الاتجاه. كنا واخدين الحته دي في حته العزوم. بيقول لي في نفس الاتجاه. يعني ايه نفس الاتجاه؟ كتبنا يعني نفس الاشاره. نفس الاتجاه يعني ايه؟ قال لي يعني نفس الاشاره. طيب بيقول لحضرتك ان ق واحد ب2 وسالب 6. طب يعني السين بالموجب والصاد بالايه؟ بالسالب. نفس الاتجاه يعني نفس الاشاره. هل ده موجب وسالب؟ لا يبقى مش معايا. هل ده موجب وسالب؟ يبقى ممكن الاجابه تبقى صح. هنا موجب وسالب؟ لا يبقى ده كمان مش معايا. يبقى الاجابه يا اما الف يا اما د. خش على المعلومه الثانيه. بيقول ايه؟ وق 2 معيارها 6 جذر 10. عايز ق 2 يبقى واحده فيهم معيارها 6 جذر 10. لو جربت الاولى هيبقى جذر 6 اس 2 زائد 18 اس 2 6 جذر 10. يبقى دي بالنسبه لي هي الاجابه الايه؟ الصح. طب لو ما طلعتش كنت هجرب د كانت ممكن تنفع. وصلت الفكره؟ يبقى نفس الاتجاه نفس الاشاره موجب وسالب يبقى انا اشوف مين فيهم موجب وسالب. طب طلعوا اختيارين اختار انا واحد اللي معياره ب 6 جذر 10. طيب مين اللي معياره 6 10 6 جذر 10 الف يبقى انا اخترت الف. يقول لك ايه؟ قال لي مستر ق واحد وق 2 حيث 3 ق واحد بيساوي 2 ق 2 ومحصلتهما تبعد عن ق واحد 15. اوجد بعد المحصله. اولا ايه يا مستر؟ هنا هقسم على 3 وهنا هقسم على 3 يبقى معنى كده ان ق واحد بتساوي 2 على 3 ق 2 ماشي. طيب محصلتهما تبعد عن ق واحد مسافه 15. عايز تبعد عن ق 2. طب هما القوتان في نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه؟ ما قالش. طب خلي بالك بقى من المعلومه دي. لو ما قالش بتبص على الرقم ده. لو الرقم ده بالموجب يبقى انا معنى كده ان هما في نفس الاتجاه. والرقم ده لو بالسالب معنى كده ان هما في عكس الاتجاه. يبقى معنى كده انا بجيب ق واحد لوحدها وابص على الرقم ده لو بالموجب يبقى نفس ولو بالسالب يبقى عكس. طب يا مستر ايه؟ قال لي لو انا جيت احل بقى دلوقتي
ادي هما في نفس الاتجاه، ادي القوة الأولى حلو، وادي القوة الثانية تمام، وادي المحصلة مفيش أي مشكلة، وهنا قال لي بتبعد مسافة عن ق واحد بتبعد 15. أنا عايز دي بكام؟ حاضر، تبعد عن ق 2. هقول له حاضر، يلا. قلت لك دايما قوة في بعد بيساوي قوة في بعد، قوة في بعد دايما بيساوي قوة في بعد، يبقى ق واحد في البعد ما بينها وما بين المحصلة 15 بيساوي ق 2 في البعد ما بينها وما بين المحصلة اللي هو س. كلام زي الفل جميل، بس في ق واحد مجهول وق 2 مجهول وس مجهول. ايه العمل؟ انا عايز س، يبقى انا عايز اتخلص من ق واحد وق 2. في معلومة عطاها لي انت ما خدتش بالك منها، ايه هي؟ ان القوة الأولى بيساوي 2 على 3 القوة الثانية، يبقى انا ممكن اشيل القوة الأولى واحط مكانها 2 على 3 القوة الثانية. كده اتحلت يا مستر. اتحلت ازاي يا حبيبي؟ قال لي يا مستر مش انت دلوقتي هنا عندك قوة تانية وهنا عندك قوة تانية؟ ايوه، ما هو ممكن يروحوا مع بعض. هيتفضل لك هنا كام؟ هيتفضل لي هنا س بيساوي كام؟ 2 على 3 في 15، هيطلع معايا 10. يبقى معنى كده ان هي بتبعد عن القوة التانية مسافة كام؟ 10. في 10 في الاختيارات؟ قال لي ايوه اللي هي ب. طب ما هو ممكن يقول لي اوجد المسافه بين القوتين، المسافه اللي ما بين القوتين دي كلها على بعضها، هقول له ان دي بكام؟ 15 ودي بكام؟ 10، يبقى كلها على بعضها كنت هختار 25، انما هو عايز المسافه عن ق 2 بس. خلي بالك من الملحوظات الصغيره دي. يلا، قوتان متوازيتان ومتحدة الاتجاه مقدارهما س على الص وص على الس، محصلتهما ب2. عايز العلاقة بين س وص. أقول له حاضر. هو مش متوازيتان ومتحدة الاتجاه؟ أيوه، يبقى معنى كده إن المحصلة بتساوي ق واحد زائد ق 2. جميل. طب هي ق واحد بكام؟ بس على الص زائد ق 2 بكام؟ ص على الس، بيساوي المحصلة هي بكام؟ ب2. طيب انا عايز بقى العلاقه بين س وص. عايزك تكتب لي ملحوظه كده، ايه هي؟ قول لي يلا. اي كسر زائد معكوسه بيساوي الاثنين. اي كسر زائد معكوسه الضرب بيساوي 2. ده معناه ان البسط بيساوي المقام. اي كسر زائد معكوسه الضرب بيساوي الاثنين، معنى كده ان قيمه البسط قد قيمه المقام. طب مش ده س على الصاد؟ ايوه. معكوسه ص على الس؟ ايوه. مجموعه ب2 تمام. يبقى احنا المفروض عارفين ان البسط هو المقام، يبقى معنى كده ان السين بتساوي الصاد. يبقى حل السؤال معتمد على حته في ابتدائي ولا حته في اعدادي. طيب خلي بالك منها، حطها لي جوه دايره كده عشان تلاحظ. يبقى السين بتساوي الصاد. فين س بتساوي الصاد؟ قال لي اهي رقم الف. اللي بعده، قوتان متوازيتان ق واحد وق 2 وتعملان في نفس الاتجاه، محصلتهما تؤثر في نقطة م، وإذا بدلنا القوتان ظلت المحصلة في نفس مكانها. بص يا بابا، اللي أنا عارفه إن المحصلة بتقرب للإيه؟ للقوة الكبيرة، صح كده؟ طيب لو أنا القوة الكبيرة على يميني معنى كده إن أنا مقرب أهو ناحية الشاشة ناحية اليمين، صح؟ طب لو أنا بدلت معنى كده إن أنا هروح للكبيرة، يبقى أنا كده رحت شمال الشاشة، صح كده؟ يبقى أنا كده غيرت اتجاهي. طيب افرض بقى ان انا دلوقتي لما جيت بدلتهم انا ما اتحركتش، يبقى انا واقف فين؟ في النص. يبقى انا دلوقتي واقف في النص، القوه الاولى والقوه الثانيه لما جيت اتبدلوا، طب ما هم اللي مستر في النص، انا ما غيرتش مكاني ولا يمين ولا شمال عشان اعكس. طب انت كنت في النص. قال لي لما يكون القوتان متساويتان. لما يكون القوتان متساويتان يعني معنى كده ان القوه الاولى هتساوي القوه الثانيه. يبقى اذا بدلنا القوتان ممكن اكتبها كملحوظه، ومكان المحصله لا يتغير، فان ايه؟ القوتان متساويتان. القوتان متساويتان. هحتاجها كمان شويه. يلا. قوتان ق واحد و3 سالب 4 وق 2 تؤثران في النقطتين أ وب، فإن نقطة تقاطع المحصلة. نقطة تقاطع المحصلة يعني نقطة تأثير المحصلة. طيب بتساوي إيه؟ يلا بينا. قال لي بص، القوة الأولى عند حضرتك بتساوي إيه؟ ق س واحد وق ص واحد، مش كده؟ لو أنا عندي قوة تانية بتساوي ق س 2 وق ص 2. كلام زي الفل جميل. لقيت ان دي بتأثر في ألف اللي هي س وص. لقيت دي بتأثر في ب اللي هي س وايه وص. س 1 ص 1 س 2 ص 2.
عايز نقطة تأثير المحصلة. أي نقطة في الدنيا المفروض إن هي تبقى عبارة عن السين وتبقى عبارة عن الصاد، صح كده؟ صح. بص بقى، لو أنت عايز السين اقسم على مجموع سين القوة. طب لو أنا عايز الصاد هقول بالعربي أهو، هقول له هقسم على مجموع صاد القوة. يبقى بتمسك السينات بتاعت القوة تجمعهم لو انت عايز السين، بتمسك الصادات بتاعت القوة تجمعهم لو انت عايز الصاد. طب البسط قال لي بص، سين القوة في سين النقطة زائد سين القوة في سين النقطة زائد لو هما كذا قوة. هنا نفس الكلام بقى، صاد القوة قوة في صاد النقطة وهكذا يا مستر. يبقى انا هنا في السؤال قال لي يا مستر حطهم لي جنب بعض كده، يبقى ق 1 بيساوي 3 وسالب 4، ق 2 بيساوي كام؟ سالب 6 و8. قال لي دي بتؤثر في أ اللي هو 1 و0، دي بتؤثر في ب اللي هي كام؟ 6 و0. عايز نقطة تأثير المحصلة، يعني عايز س وعايز الصاد. يلا قول لي بقى القانون اللي انا لسه قايله لك، اقسم على مجموع السينات واقسم على مجموع الصادات. مجموع السينات هنا كام؟ 3، هنا كام؟ سالب 6 يبقى سالب 3. هنا مجموع الصادات هنا كام؟ سالب 4، هنا كام؟ 8 يبقى كام؟ يبقى 4 بس. حلو. فوق اضرب السين في السين والسين في السين، السين في السين والسين في السين، اضرب السينات في بعض. تحت اضرب الصادات في بعض، يبقى اضرب السينات ادي السين وادي السين، 3 في 1 ب3 زائد ادي السين وادي السين يبقى سالب 36. يبقى بضرب السين في السين والصاد في الصاد، السين في السين والسين في السين. طالما انا بتعامل مع السينات يبقى انا بضرب سينات. طب لو بتعامل مع الصادات هضرب صادات، يبقى سالب 4 في صفر بصفر، 8 في صفر بصفر. يلا بينا احسب الكلام ده واحسب الكلام ده. تحت طلع معايا بصفر، حلو. فوق قال لي فوق طلع معايا 11، يبقى النقطة 11 وكام؟ وصفر. 11 وصفر اللي هي الإجابة رقم د. 11 وصفر قال لي الإجابة اللي هي رقم د. ماشي. اللي بقى قوتان متوازيتان مقدارهما 3 ق و2 ق تؤثران في أ وب وتعملان في نفس الاتجاه إذا تحركت 3 ق موازية في اتجاه أ ب مسافة 15، فإن المسافة تتحرك. عايزك تكتب لي القانون ده. المسافة بتتحرك، بعمل شرطة كسر. القوة اللي تحركت على محصلة القوة. والله لو في نفس الاتجاه بجمع، في عكس الاتجاه بطرح. في المسافة التي تحركتها، في المسافة التي ايه؟ تحركتها. يعني هنا القوة اللي اتحركت اللي هي مين؟ 3 ق على مستر المحصلة. بيقول لي ان هما الاثنين مقدارهما 3 و2 ويعملان في نفس الاتجاه، يعني المحصلة بيساوي الجمع. اجمع 3 ق و2 ق يبقى 5 ق. في المسافة التي تحركتها، هي اتحركت مسافة قد ايه؟ 15، يبقى 15. القاف راحت مع القاف، 3 على 5 في 15 اللي طلع معايا 9. 9 دي اللي هي الإجابة رقم ايه؟ ب. طيب وضعت 4 أثقال 1 و7 و5 و3 ثقل كيلوجرام على قضيب خفيف أ ب طوله 3 عند أ ج ب، كل واحد فيهم ب2. عايز نقطة تعليق القضيب بحيث يتزن. خلي بالك من كلمة متزن ده عشان مهم. يلا بينا. يبقى هنا القضيب. ما تقوليش يا مستر اصل انا أ ب ج د، لا، هو ما قالش أ ب ج د، قال ايه؟ قال أ ج د ب. ايه ده؟ هي مش أ ب على طول وبعد كده الجيم بعد كده د؟ قال لي لا، هو قايل لك كده. هو قال لك ان انا عايز احط أ الاول، بعد كده عايز احط ج، بعد كده عايز احط د، بعد كده عايز احط ب. ما تشغلش دماغك. بيقول لي ان الاولى فيها ثقل يعني وزن او ثقل، حاجه نازله لتحت ده مع الجاذبيه بواحد. الثانيه 7 ادي هي 7، هنا 5 ادي هنا 5، وادي اللي بعده كام؟ 3 ادي اللي بعده 3. ركز لي بقى وعايزك تكتب لي المعلومه اللي انا هكتبها كمان شويه دي. عايز ايه؟ نقطه التعليق بتبعد مسافه قد ايه من أ؟ عايز مسافه قد ايه من أ؟ يبقى اقول له يلا هجيب العزوم حوالين أ. مسافة أو بعد، قال أنا عايز بعد عن نقطة، تمام كده؟ يبقى أهو النقطة دي، يلا هكتب كده هجيب
العزم حولها. هجيب العزم ايه؟ حولها. بس ثواني، انا علقت الجسم صح؟ ايوه، يبقى الجسم كده لفوق. طب انت ايش عرفك انه اتعلق من هنا؟ لان يا مستر اهو اكتب كده، هحط المحصله او التعليق قريب من الف. هحط المحصله، اكتب هحط المحصله او التعليق قريب من ب، واسمي المسافه س، واسمي المسافه س. يبقى ده نقطه التعليق اللي هو ش. يبقى هو لو جه قال لك كده انا عايز بعد المحصله عن الف، يبقى اجيب العزم حوالين الف. عايز بعد المحصله عن ج، يبقى اجيب العزم حوالين ج. عايز بعد المحصله عن د، اجيب البعد عن د. عايز البعد التعليق عن الف، بعد التعليق عن ب، يبقى انا اجيب العزم حوالين الف او اجيب حوالين ايه؟ ب. ودايما ما ببقاش عارف مكانهم، فانا هحطهم قريبين عن الف واسمي المسافه س. طيب لو عايز البعد عن ب، يبقى احطها قريبه عن ب واسمي المسافه س. عايز قريبين عن ج، يبقى انا احطها قريب من ج واسمي المسافه ايه؟ س. طب وبعدين قال لي يتزن. يعني ايه يتزن؟ العزوم حوالين اي نقطه بصفر. العزوم حوالين، اكتب اتزان، العزوم حوالين اي نقطه بصفر. وايه كمان؟ وقال لي ان اللي فوق بيساوي اللي تحت. يعني ايه كلمه اتزان؟ العزوم حوالين اي نقطه بصفر، والعزوم قال لي يا مستر العزوم حوالين اي نقطه بصفر، واللي فوق بيساوي اللي تحت. طب مين اللي فوق؟ ش بيساوي كل اللي تحت ده. يلا بينا. 3 و7 10 و5 15 و1 16. والعزوم حوالين أ بيساوي الصفر. يلا بينا. حوالين أ يعني الواحد اتلغى، الشين هيمشي كده صح كده؟ قال لي مستر يعني مع عقارب الساعة، يبقى هقول له سالب ش في البعد العمودي. البعد العمودي اللي هو كام؟ س. طب يا مستر ما انا جايب ان قيمه الشين اصلا بكام؟ ب 16. ماشي يا حبيب قلبي مفيش مشكله. طب ده وده وده هيمشوا عكس عقارب الساعه، يعني كلهم هيبقوا بالموجب، بس السبعه البعد بتاعها كام؟ 1. يبقى انا هقول له موجب 7 في 1. طب والسين دي حبيب قلبي هو مين اللي بواحد؟ البعد ده كله، يبقى مالكش دعوه بسين. سين دي بتبقى ليها دعوه بالمحصله او نقطه التعليق بس، ليها دعوه بالمحصله او نقطه التعليق. انما الابعاد العاديه اهي، يعني كل ده بواحد وده بواحد، يبقى 2 مضروب في كام؟ في الخمسه، يبقى موجب 5 في 2. طب ده كمان هيمشي كده صح كده؟ يبقى موجب 3 في البعد اللي هو كام؟ كله على بعضه 1 1 1 يبقى 3. كل الكلام ده بيساوي الايه؟ الصفر. يبقى انا هقول له 7 زائد 10 زائد 9، 7 زائد 10 زائد 9 طلع معايا 26. راح الناحيه الثانيه اهو، وديته الناحيه الثانيه راح بالسالب، وهنا سالب 16 س. السالب راح مع سالب، هقسم هنا على 16 وهنا على 16، يبقى السين بتساوي 26 على ال 16، طلع معايا 13 على ال 8. طيب يعني ايه كام 13 على 8؟ قال لي مستر بواحد علامه 625. فانا هجرب الاختيارات واللي اديني واحد علامه 625 يبقى دي الاجابه الصح. جرب كده رقم ب. طب اجربها ازاي؟ بتعمل شيفت شرطه كسر، وهنا 1 فوق 5 وتحت 8. طلع معايا 13 على 8 على طول اللي انا جبتها، يبقى الاجابه بالنسبه لي هي الاجابه رقم ب. الاجابه بالنسبه لي رقم ب. طيب اللي بعده بيقول لحضرتك ايه؟ قال لي اذا كان ق واحد وق 2 قوتان بحيث 3 ق واحد بيساوي 2 ق 2 ومحصلتهما ق واحد بيساوي 15. كنا حلينها قبل كده، ورجع في الفيديو انت لسه مسجلها اللي هي ب 10. يبقى اكتب سؤال مكرر. هنا ق واحد وق 2 قوتان تؤثران في نقطتين أ وب. 5 ق واحد بيساوي 7 ق 2 محصلتهما تؤثر في نقطة ج، حيث ج بينتمي لأ ب خط مستقيم. عارف لو كان قال إن الج بينتمي لأ ب قطعة مستقيمة، إمتى بينتمي للقطعة المستقيمة؟ قال لي يا مستر لما يكون القوتان في نفس الاتجاه. طب إمتى بينتمي لأ ب شعاع؟ لما بيكون في عكس الاتجاه. تمام كده، القوتان في عكس الاتجاه. طب هنا ما قالش، ولا ممكن يكون نفس وممكن يكون عكس. طب ايه اللي بيحدد؟ فاكر لما قلت لك من شويه ان انت بتمسك ده تجيب ق واحد لوحدها؟ يبقى معنى كده ان ق واحد بيساوي، قال لي بص ق واحد بيساوي اقسم هنا على 5 اقسم هنا على 5، يبقى 7 على 5 ق 2. ق
قاف واحد 7/5 قاف 2. قاف واحد 7/5 قاف 2. طب الرقم ده ماله؟ الرقم ده بالموجب، يعني ايه؟ يعني معنى كده ان هما في نفس الاتجاه. يبقى معنى كده ان انا لو مسكت ادي قاف واحد وادي قاف 2 وادي نقطة ألف وادي نقطة ب، ماله؟ قال لي يا مستر المحصلة اهي اللي هي مين؟ اللي هي ج. ادي ج. حلو كده. او هنا محصلة ح. عايز ايه بقى؟ قلت لك في اي سؤال في الدنيا بتقول قوة في بعد بيساوي قوة في بعد، قوة في بعد بيساوي قوة في بعد. يبقى قاف واحد في ألف ج بيساوي قاف 2 في ب ج. طيب هو قايل لك ان قاف واحد ممكن تشيلها وتحط مكانها 7/5 قاف 2. يبقى معنى كده ادي 7/5 قاف 2. فقاف 2 هتطير مع قاف 2. يبقى 7/5 ألف ج بيساوي ب ج. بص كده في الاختيار. وعايز ايه؟ ألف ج على ج ب. ألف ج على ألف ج على مفيش غير دي بس وما فيهاش ألف ج أصلا. يبقى أنا لو الإجابة لو ألف أو ب أو ج لازم تكون بادئة بألف ج. يبقى ألف ج على ب ج أهو. ألف ج على ب ج بيساوي، كنا بنقوله في إعدادي ما رجعش فاضي، يعني 1/7/5. يبقى ألف ج على ب ج ما رجعش فاضي، يبقى 1/7/5. 1/7/5 طلع معايا كام؟ 5/7. يبقى 5/7. فين 5/7؟ في الاختيارات؟ قال لي الاختيار رقم 1. يبقى ألف ج إلى ج ب، ألف ج إلى ج ب ب5/7. يبقى هي الإجابة بالنسبة لي اللي هي رقم إيه؟ ألف. طب بص يا حبيبي إيه؟ قال لي إيه رأيك دلوقتي؟ لو إحنا قلنا كده، بص أنت جبت ألف ج ب5 صح؟ أيوه. طيب ب ج بكام؟ ب7. أصل أنا ممكن أطلب منك ألف ج على ألف ب كلها. هتقول لي ان ألف ج بكام؟ ب5. ألف ب كلها 5 و7 يبقى 12، يبقى 5/12. طب ممكن اطلب منك ب ج الى ب ألف كلها، هقول له ان ب ج بكام؟ ب7 الى ب ألف كلها ب12، يبقى 7/12. فخلي بالك هنا انا اخترت ألف ليه؟ لان ألف ج وج ب، ألف ج وج ب ب5/7. طب ما لقيتش ولا واحده ألف ج إلى ج ب ب5/7، راح اشوف بقى اهو هنا في مثلا ألف ب، هنا مثلا في ألف ب، فممكن تكون واحده من الألف ب، ممكن تكون ج او ممكن تكون د، فانا عارف ان ألف ب كلها ب12. يعني بص هنا ألف ج، ألف ج بكام؟ ب5 وألف ب كلها ب12. هل دي 5/12؟ لا، عشان كده ما نفعتش. هنا مثلا ألف ج اللي هي بكام؟ ب12 إلى ج ب، هو ج ب بكام؟ ب7. هل دي 12/7؟ لا، عشان كده برضو دي ما نفعتش. خلي بالك من الحته الصغيره دي علشان لو لعب بيها. اللي بعده، اذا كان قاف واحد وقاف 2 تؤثران في نقطتين ألف وب. يلا بينا اعمل ايه؟ قال لي مستر بص هقسم هنا على الاثنين واقسم هنا على الاثنين. يبقى معنى كده ان قاف واحد بيساوي -3/2 قاف 2. صح الكلام؟ صح الكلام. طب بص العدد ده بالايه؟ بالسالب، يعني معنى كده ان هما فين؟ في عكس الاتجاه، معنى كده ان هما في عكس الاتجاه. عرفت يا حبيب قلبي الاتجاه؟ شيل السالب بقى. شلت السالب؟ قال لي شلت السالب، خلاص بقى اتعامل بقى عادي. يبقى ادي القوتين في عكس الاتجاه، هنا قاف واحد وادي نقطة ألف، ادي هنا قاف 2 وادي بالنسبة لي نقطة ب. حلو، المحصلة دايما بتبقى مع الكبير. هو مين الكبير؟ قاف واحد ولا قاف 2؟ مستر مش عارف. بص يا حبيب قلبي، قاف واحد بيساوي 3/2، 3/2 يعني 1.5. 1.5 قاف 2 صح؟ 1.5 قاف 2، 1.5 يعني قده مرة ونص. يبقى قاف 2 قد قاف واحد، او قاف واحد قد قاف 2 مرة ونص، يعني اكبر منه صح كده؟ طب لو هي كانت 2/3، 2/3 يعني 6/10، يعني يعتبر نصه، يعني معنى كده انها اصغر صح؟ او ممكن اقولها لك بطريقة تانية، لو الرقم ده اكبر من الواحد يبقى قاف واحد هو الكبير. طب لو اصغر من الواحد يبقى قاف واحد هو الصغير، مش كده؟ يعني 3/2 1.5 يعني اكبر من الواحد، يبقى معنى كده ان القوه الاولى هي الكبيره. طب لو 2/3 اصغر من الواحد معنى كده ان قاف واحد هي الصغير. بس هنا قال لي 3/2 اكبر، يبقى قاف واحد هي الكبيره، يبقى المحصله ناحيتها. يبقى ادي المحصله ناحيتها، ادي المحصله. طيب يلا بينا. عايز ايه؟ قال لي مستر انا عايز دلوقتي ألف ج إلى ج ب ب ج، عايز النسبه بين الاطوال. هقول له حاضر. كنا بنقوله قوه في بعد بيساوي قوه في بعد، قوه في بعد بيساوي قوه في بعد. يبقى القوه الاولى في ألف ج بيساوي القوه الثانيه في ب ج كلها. انا ممكن اشيل القوه الاولى واحط مكانها
3 على 2 ق 2 يبقى 3 على 2 ق 2. فبالتالي ق 2 هتطير مع ق 2. هيتفضل لي 3 على 2 أ ج بتساوي ب ج. بص لي في الاختيار بادئ بايه؟ بادئ بأ ج. بادئ بأ ج، انما هنا ب ج وهنا ب ج. طب تعالى نشوفه أ ولا ب. تمام؟ يعني هنا أ ولا ب؟ الاختيار أ بادئ بالألف ج. تعالى نبدأ بالألف ج. أ ج إلى ب ج يبقى أ ج على ب ج بيساوي، يلا ما ارجعش فاضي، يبقى 1 على 3 على 2. 1 على 3 على 2 لو بالآلة هيديني 2 على 3. طب في هنا 2 على 3 قال لي الإجابة رقم إيه؟ قال لي الإجابة رقم ب. أ ج على ب ج، سوري لا ما ينفعش. أ ج على ب ج، قال لي لا دي مش أ ج على ب ج، خلي بالك ماشي. هنا أ ج على ب ج 2 إلى 1، لا ما نفعتش. طب بص كده، يبقى معنى كده إن أ ده ما ينفعش خالص، عشان ده أ ج إلى ب ج، وهنا مش أ ج إلى ب ج، مش ب 2 إلى 1. طب بص لي هنا، قال لي مستر ب ج إلى أ ج، ب ج إلى أ ج العكس بيساوي 3 إلى 2. فعلا بيساوي 3 إلى 2. يبقى لو عكست ده ولو عكست ده، هنا هيبقى ب ج على أ ج، وهنا عكسته هيبقى 3 إلى 2. فعلا 3 إلى 2 الإجابة رقم ج. طب مستر هنا قال لي لو حبيت تدخل أ ب في الموضوع، بص كده، أنت قايل إن أ ج ب 2 أهو، وأنت قايل إن ب ج ب 3، ب ج كلها بكام؟ ب 3. طب دي كلها ب 3 والحتة دي ب 2، يبقى اتفضل هنا 1. يبقى لو حبيت تختار دي أ ج إلى أ ب، هقول له إن أ ج ب 2 وأ ب ب 1، فكان المفروض تبقى 2 إلى 1. طب هنا ب ج إلى أ ب، ب ج كلها ب 3، أ ب بكام؟ ب1، فلو كانت 3 إلى 1 كان زماني قلت اخترتها. خلي بالك من تلاعب النسب، أنا بمسك اختيار، تمام؟ يلا اللي بعده. قوتان مقدارهما ق1 وق2 متوازيتان وتعملان في نفس الاتجاه، إذا بدلت مكانهما المحصلة مكانها ما بيتغيرش. لسه قايلين إذا كانت القوتان متساويتان، يعني معنى كده إن ق1 بيساوي إيه؟ ق1 بيساوي ق2. اللي بعده. ق1 وق2 قوتان متوازيتان وتعملان في نفس الاتجاه، تؤثران في أ وب على الترتيب. إذا كان خط عمل المحصلة يقطع أ ب في ج. عايز ق1 على ق2. بص يا بابا، قوتان يعملان في نفس الاتجاه، أدي ق1 وأدي ق2. حلو، يعملان ده في أ ويعملان ده في ب. ماشي. المحصلة بتعمل في ج. ماشي، أدي ح. عايز ايه؟ قال لي انا مدي لك ان أ بسالب 1 و2 ولا سالب 1 و3، ومدي لك ان ب ب3 و7، ومدي لك ان ج 0 و4. عايز ق1 الى ق2. طب مش احنا كنا بنقول قوه في بعد بيساوي قوه في بعد؟ طب انت معاك البعد ولا معاك النقط؟ معايا النقط، بس انا اقدر اجيب البعد يا مستر. ازاي يا حبيبي؟ قال لي بالفراغيه كنت بقدر اجيب أ ج بكام وب ج بكام. ازاي؟ كنا بنقوله جذر فرق السينات زائد فرق الصادات. كنا بنقوله ايه؟ جذر فرق السينات زائد فرق الصادات. يعني معاك نقطة أ، معاك نقطة ج، السين بسالب 1 والسين ب0، يبقى سالب 1 ناقص 0. الصاد ب3 والصاد ب4، يبقى 3 ناقص 4. طلع معايا جذر 2. طيب ادي ب وادي ج، 3 ناقص 0، ادي 3 ناقص 0. 7 ناقص 4، يبقى 7 ناقص 4. حسبتها بالآلة طلعت ب3 جذر 2. يبقى انا ما اتعاملتش بالنقط، امال ايه؟ قال لي انا اتعاملت مع الاطوال، ده بجذر 2 وده 3 جذر 2. طب يلا بينا حبيبي اشتغل يلا. هقول له حاضر. قوه اللي هي ق1 في البعد اللي هو أ ج بجذر 2، قوه اللي هو ق2 في بعد اللي هو 3 جذر 2. يلا انت عايز ايه؟ قال لي ق1 الى ق2، ق1 الى ق2. قلنا ما نرجعش فاضي، ما ارجعش بايدي فاضيه، ما ارجعش بايدي فاضيه، يبقى 3 جذر 2 على جذر 2. يبقى معنى كده ان جذر 2 راح مع جذر 2، اتفضل 3 مفيش مقام يعني 1. يبقى الاجابه بالنسبه لي اللي هي رقم ايه؟ د. ق1 وق2 قوتان متوازيتان في نفس الاتجاه، إذا تحركت ق1 مسافة س المحصلة بتتحرك. لسه قايل لك القانون بيقول إيه؟ القوة اللي اتحركت اللي هي مين؟ ق1 على المحصلة ق1 زائد ق2
في المسافة اللي اتحركتها س. أنا واحدة في الاختيارات؟ قال لي يا مستر أول واحدة خالص، ق واحد في س على ق واحد زائد ق اتنين اللي هي ألف. اللي بعده ح محصلة، تمام، مالها القوتين 140، ادي 100 وادي 40. اذا كان ا ب ب 240 عايز ا ج، اقول له حاضر. يلا بنقوله قوة في بعد بيساوي قوة في بعد، قوة في بعد بيساوي قوة في بعد. طيب قال لي هو عايز ايه؟ ا ج، اروح انا مسميها س، ماشي. يبقى 100 في البعد اللي هو س بتساوي كام؟ 40 في البعد كله على بعضه اللي هو ب 240 زائد س، ده ب 240 وده بس، يبقى كله على بعضه. يلا مع بعض، يبقى ده كده 100 س بتساوي، اضرب لي 40 في 240 بالآلة بتاعتك. يبقى انا هقول له دلوقتي 40 في 240 طلع 9600. يلا زائد، خلي بالك بتضرب هنا وبتضرب هنا مش هنا بس، يبقى زائد 40 س. دخل 40 س بعكس الإشارة يبقى 60 س بتساوي 9600. اقسم بقى على ال 60، فالسين طلعت معايا ب 160. يبقى دي طلعت معايا 160 اللي هي مين؟ أ ج. هو عايز أ ج بس؟ يبقى أنا هختار 160 اللي هي الإجابة رقم ج. عارف لو كان عايز ب ج كلها كنت أقول له إن ده ب 160 وده بكام؟ ب 240، فأنا أجمعهم كلهم وأطلع الناتج. اللي بعده إذا كان ق واحد وق اتنين، جايب لك الرسومات مرسومة تعملان في نفس الاتجاه. طيب ق واحد ب 8 والمحصلة ب 13، ق واحد ب 8 والمحصلة ب 13. حلو، هو مش دول في نفس الاتجاه؟ أيوه، يعني المحصلة بتساوي القوة الأولى. من غير ما أكمل السؤال بس هركز بس حاجات صغيرة. ق 2 أيوه، طب دي ب 13 زائد ق واحد اللي هي بتساوي ق واحد اللي هي ب 8، يلا زائد ق 2 معرفهاش. طب العقل بيقول 8 زائد كام بيساوي 13؟ 5. يا اما اودي ال 8 بعكس الاشاره، يبقى ده طلع معايا ب5. ماشي كمل. قال لي ا ج ب 10، ا ج ب 10 عايز ايه؟ عايز ا ب. اقول له اطوال، ايوه، قوه في بعد بيساوي قوه في بعد. ماشي، هسمي ده س، يبقى 5 في س ب 5 س بيساوي 8 في 10 ب 80. اقسم على الخمسة، اقسم على الخمسة، فالسين بتساوي، يلا بينا، 80 على الخمسة فيها ال 16. يبقى أنا مستر هروح أختار 16 ألف. يبقى أنت كده عطبت إن قفا على دماغك، بص يعني محترم. ليه؟ لأن أنا عايز أ ب مش عايز ب ج. فأ ب لوحدها ب 16، يبقى ب أ كلها، ب أ أو أ ب كلها 6 و10 يديني كام؟ يديني 26 اللي هي الإجابة رقم ج. خلي بالك من المطالب. ق واحد وق اتنين قوتان متوازيتان في نفس الاتجاه تؤثران في أ وب على الترتيب، محصلتهما ح باله ج، يعني هو جايب كل حاجة مرسومة. ماشي، ق 2 ب 6 يبقى ق 2 دي ب 6. ماشي، أ ج ب 24، أ ج ب 24، أ ب ب 56 يبقى أ ب كلها ب 56. طيب همسك ال 56 اطرح منها ال 24 هيديني ان دي ب 32 عشان انا ما بحتاجش أ ب كلها اصلا. يلا عايز القوة الأولى وعايز المحصلة، عايز القوة والمحصلة، أقول له حاضر. المفروض إن قوة في بعد بيساوي قوة في بعد يا مستر، صح؟ صح، يعني ق واحد في 24 يديني 24 ق واحد يساوي 6 في 32 يديني 6 في 32. هقسم هنا على 24، هقسم هنا على 24 يبقى ق واحد بيساوي، يلا بينا، 6 في 32 على ال 24 طلعت ب 8. طيب القوة الأولى هنا ب 8، هنا مش ب 8. القوة الأولى هنا مش ب 8، يبقى القوة الأولى هنا ب 8. يبقى يا كده يا ألف يا إيه؟ يا د. طب هنا دي ب 8 ودي ب 6 والمحصلة في نفس الاتجاه، يبقى المحصلة بيساوي الجمع، 8 و6 يبقى 14. يبقى أنهي الإجابة اللي صح؟ قال لي هي الإجابة رقم أ. القوة الأولى ب 8 والمحصلة بكام؟ ب 14 لأن أنا بجمع. اللي بعده ده دور أول 2022، يلا بينا. بيقول إيه؟ دي ب 3 ق ودي ب ق. أ ج ب 7، حلو، عايز أ ب، أقول له حاضر. أولا قوة في بعد بيساوي قوة في بعد، ده هيمشي كده 3 ق 7 يبقى 3 ق في 7 بيساوي القوة دي اللي هي ايه؟ ق
في البعد العمودي كله يا حبيب قلبي، كل ده. طب انا معايا ان ده بكام؟ بسبعة ومعايش ده اسميه ايه؟ س، مش كده؟ يبقى كله على بعضه قال لي هو عباره عن 7 زائد س، 7 زائد س. طب ركز يلا معايا، بص يا حبيب قلبي، بص يا عينيا، بص القاف راحت مع القاف. اتفضل 3 في 7 ب21، 7 زائد س. ودي السبعة بعكس الإشارة، يبقى السين بتساوي 21 ناقص 7 بقى، هيديني كام؟ 14. هو مين ال 14؟ ألف ج، ألف ب سوري. هو عايز مين؟ عايز ألف ب؟ يبقى أنا كده خلصت. أصل هو كان ممكن يكون عايز ب ج كلها، كنت له 14 أزود عليها السبعة يديني 21. فخلي بالك من الحاجات الصغيرة دي علشان خاطري. يلا. 22 إذا كان ق واحد وقف يوازي ق اتنين، ماشي بيوازوا بعض. إيه ده؟ بيؤثران في نقطة أ وب، ما عطانيش نقطة أ. ماشي، أ بينتمي ل ب ج، خط مستقيم، يعني ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا، ممكن يكون في النص، لسه ما اعرفش. طيب ب ج ب 24 مرسومة، عايز أ ب. طيب فاكر في أول الحصة لما قلت لك إن القوة والمحصلة في نفس الاتجاه، دي معناها حاجتين، على حسب المحصلة أكبر ولا المحصلة أصغر؟ طيب ولا المحصلة أصغر؟ بص هنا المحصلة بكام؟ ب10. بص هنا ق 2 بكام؟ ب30. يبقى معنى كده إن هي اللي أكبر، صح كده؟ معنى كده إن ق 2 هي اللي أكبر. طيب يعني معنى كده إن المحصلة صغيرة، يعني معنى كده إن أنا طرحت، معنى كده إن أنا طرحت. يبقى طالما المحصلة أصغر يبقى أنا طرحت، وطالما طرحت يبقى القوتان في عكس الاتجاه. قوتان مالهم؟ في عكس الاتجاه. يعني معنى كده ان ق هم باصين لتحت، يبقى معنى كده او ق 2 بصه لتحت، ق 1 بصه لفوق. بس ثواني، هي بصه لفوق هنا ولا بصه لفوق هنا؟ العقل بيقول ايه؟ قال لي مستر لو هي بصه لفوق هنا، المحصله في قوتان في عكس الاتجاه لازم تكون بره. فانت هنا لو خليتها بصه لفوق كده، فهل كده المحصله بقت بره ولا في النص؟ في النص، فما نفعش، يبقى دي مش هتنفع. لازم تكون الناحية التانية كده. دي ق واحد. عشان المحصلة تبقى بره، طب في الحالة دي المفروض ان المحصلة بيساوي القوة اللي من ناحيتها اللي هي ق 2 ناقص القوة الناحية التانية اللي هي ق 1. فالمحصلة بكام؟ ب10 بيساوي ق 2 اللي هي ب30 ناقص ق 1 اللي انا اصلا عايزها. طيب 30 ناقص كام بيساوي 10؟ قال لي بيساوي 20. يبقى انا جبت القوه الاولى مكانها وجبت قيمتها كمان ب 20. انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز من حضرتك ا ب. اقول له حاضر. ا ب عايز دي. اقول له حاضر. سميها س. والمفروض ان بنقول قوه في بعد بيساوي قوه في بعد، قوه في بعد بيساوي قوه في بعد. القوه دي بكام؟ 30 في البعد كله اللي هو 24، يبقى 30 في 24 يساوي القوة دي بكام؟ 20 في البعد كله اللي هو س زائد 24. اضرب 30 في 24 720 بيساوي 20 في س ب 20 س زائد 20 في 240 ب 480. ودي بعكس الإشارة هيديني 240 بيساوي 20 س. اقسم على 20 اقسم على 20 فالسين طلعت معايا 12. السين اللي هي مين؟ أ ب. هو عايز مين؟ أ ب، يبقى طلعت معايا ب 12. يبقى واحده واحده كده. السؤال جه ازاي؟ قال لي يا مستر هنا لما يكون مديني قوه ومحصله ببقى عايز اعرف والاثنين في نفس الاتجاه، فاروح اقارن هل المحصله اكبر ولا المحصله اصغر. في اول الفيديو خالص، في اول المسائل خالص، كان ده هو اللي اكبر، معنى كده ان انا جمعت، معنى كده ان القوتين في نفس الاتجاه. طب هنا المحصله اصغر، معنى كده ان انا ايه؟ طرحت. طب طالما صغيره يبقى انا طرحت. طب طالما طلعت يبقى القوتين في عكس الاتجاه. طب عكس الاتجاه من الناحيه دي ولا من الناحيه دي؟ قال لي يا مستر انه ناحيه؟ المحصله لازم تبقى من بره، يبقى الناحيه الثانيه. وكملت شغلي عادي. قوه في بعض بيساوي قوه في بعض اللي انا عمال اقولها من اول الحصه. طيب اللي بعده ق واحد وق 2 قوتان متوازيتان تؤثران في ا وب وتؤثر المحصله. هو مديني الرسمه جاهزه، خير وبركه، الله ينور عليك. بيقول ايه؟ اذا كان ا ب الى ا ج ب 4 الى 7 ومعيار المحصله ب 20، يبقى المحصله هو الراجل. طيب مديها لي ب 20. حلو. عايز ق واحد بكام؟ هقول له حاضر. بص ا ب ب 4، فين ا ب؟ اهو ب 4.
والف ج ب7، الف ج كلها ب7، يبقى الحته دي ب3. صح؟ صح. طب انا دلوقتي المفروض ان انا عندي ان هما في عكس الاتجاه، صح؟ ايوه. يبقى القوه ق2 ناقص ق1 بيساوي 20 اللي هي المحصله، صح يا مستر؟ صح يا حبيب قلب المستر. عندي كمان ان قوه في بعد بيساوي قوه في بعد، يعني ق2 في البعد اللي هو 3 بيساوي ايه؟ ق1 في البعد كله اللي هو 7. طب دول كده كام معادله؟ معادلتين، انا عايز منهم الق1 وعايز منهم الق2. حاضر، هشتغل شبه كليشوف كده، هدخل ده جوه بعكس الاشاره، يبقى 3 ق2 ناقص 7 ق1 بتساوي 0. بس كده مود، اختار كلمه ايكويشن هتلاقي يا اما 5 يا اما 3 بعد كده 1. دخل المعاملات، هنا المعامل 1 يساوي المعامل هنا -1 يساوي المعامل هنا 20 يساوي تحت المعامل هنا 3 المعامل هنا -7 المعامل هنا 0 يساوي تك يساوي تانية. ظهر معايا اول واحده ب 35 تاني واحده ب 15. طب اول واحده ق1 يعني؟ قال لي لا انت مدخل مين الاول؟ ق2، يبقى ق2 هو اللي ب 35 وق1 هو اللي بكام؟ 15. يبقى هو عايز ايه؟ ق1، يبقى انا هختار 15. حتى بالعقل هي مش دي ناحيه المحصله؟ يعني دي الكبيره والثانيه هي الايه؟ الصغيره. أ ب ج د شكل سداسي. محصلة القوة، أقول له حاضر. المحصلة بتؤثر مع القوة الكبيرة أو تقترب للقوة الكبيرة. هي دي كام؟ 4، دي كام؟ 12، مش قد بعض. عارف لو كان قد بعض فالمحصلة كانت تتأثر في النص اللي هي ج واو، كان زماني رحت اخترت ج واو اللي أو واو ج اللي هي ج. إنما هنا المحصلة بكام؟ ب 12، يعني هي الكبيرة صح؟ يبقى في النص ولا هتقرب أكتر؟ هتقرب أكتر. هو مين الخط اللي مقرب أكتر؟ م ن، صح كده؟ يبقى معنى كده إن المحصلة بتعمل في م ن، لان المحصله بتقرب للقوه الايه؟ الكبيره، وال 12 اقرب اكبر من الاربعه. اللي بعده، يبقى انت خلي بالك ان في حاجات انت شفت ان في من شويه كان قوانين، من شويه قال لك ان المحصله بيساوي، قلت له ق1 زي ق2. في مساله تحل بسرعه معتمده ان انت فاهم القوانين بتاعتك وفاهم المعطيات بتاعتك، في مساله تعتمد على الفهم اكتر وده انت هتحلها بسرعه لو انا فاهم المنهج، مش مجرد واحد بيحل مسائل وخلاص. تمام؟ خلي بالك من الملحوظات اللي انا بقولها، اقعد اكتب يا حبيب قلبي، اكتب ورايا كده مش تخسر حاجه. اعمل كده كل وحده كده احنا بنحلها مع بعض، ملحوظات الوحده ملحوظات الوحده ملحوظات الوحده. تعالى هنا، ثلاث قوى متوازيه تبعد، قال لي عايز ايه؟ محصله هذه القوه تبعد عن الف. فاكر الجمله اللي انا قلت لك؟ يبقى انا هروح اجيب العزم حوالين الف، تبعد عن الف يبقى انا هجيب العزم حوالين الف. طيب المحصله قال لي طالما الثلاثه تحت يبقى اكيد المحصله هي كمان نازله لتحت. طب قلت لك بتسمي المسافه اللي ما بينها وما بين الالف ايه؟ س. بس هناك كان قايل متزن صح؟ المتزن يا مستر يبقى العزوم حوالين اي نقطه بيساوي صفر. عايزك تكتب هنا لو في محصله، يلا يبقى عزم القوى حول نقطه بيساوي عزم المحصله حول نفس النقطة. عزم القوى يبقى اجيب عزوم القوى لوحدها واجيب عزوم المحصلة لوحدها. طب المحصلة بكام؟ مش هما في نفس الاتجاه؟ ايوه، فانا هجمع 5 و15 20 ومعاك هنا 20 يبقى 40. يبقى انا هجيب عزم القوى حوالين الف وعزم المحصلة حوالين الف واساويهم ببعض. طب لو انا بجيب العزم حوالين الف، الخمسة اتلغت، ده هيمشي كده، هيمشي كده يعني ايه؟ قال لي يا مستر يعني عكس عقارب الساعة، يبقى 20 في البعد العمودي كله اللي هو ب 8. طيب ده كمان هيمشي كده، يبقى موجب 15 في البعد العمودي كله على بعضه اللي هو ب 20 بيساوي عزم المحصلة. هي المحصلة بكام؟ ب 40 في البعد ما بينها وما بين المحصلة س. هو أصلا عايز البعد يعني هو عايز السين، فأنا هقول له 20 في 8 زائد 15 في 20. تمام؟ وبعد كده اقسم على الكام؟ على 40. طلع معايا ب 11 ونص، يبقى هي بتبعد مسافه 11 ونص. ايه ده؟ مستر يعني مش هنا، دي بعد ال 8، يعني هي المحصله مكانها هنا، يبقى انت كده غلطان. لا مش غلطان، انا قلت لك انا بفرض مكان المحصله وتطلع مكانها زي ما تطلع، انا مش عايز مكانها فين بالظبط، انا عايز البعد بكام، وانا جبت البعد ب 11 ونص فانا هختار 11 ونص زي ما هو. تمام؟ اللي بعده دور اول 2021.
بيقول ايه؟ قال لي مستر القوه دي اللي هو موزعها تؤثر عند النقط، تمام، واعطاني ان ده الجيم باربعه، ماشي، واعطاني ان الاثنين دول قد بعض، ده بثلاثه وده بثلاثه. فاذا كانت محصله هذه تؤثر في ميم اللي هي بتنتمي لالف د، عايز ده الميم، عايز ايه؟ دال ميم، دال ميم، يعني ميم انا اللي هحطها، صح؟ ايوه. طيب بص بقى، يعني بمعنى اصح او بطريقه غير مباشره، اكتب كده انت، اكتب اوجد البعد عن د. هو عايز ده الميم بكام، صح؟ يعني هو عايز المسافه او عايز بعد النقطه ميم عن د، يبقى هو عايز البعد عن د، يبقى انا هجيب العزوم حوالين د، يبقى انا هحط المحصله هنا واسمي المسافه دي بالنسبه لي هي س. بس المحصله بتبص لفوق ولا بتبص تحت؟ اكتب كده المحصله مع الاكبر، المحصله مع الاكبر، فوق 3 و2 5، تحت 5 و4 9، يبقى المحصله لاسفل، يبقى المحصله مع الاكبر، اذا المحصله لاسفل. طيب هي المحصله بيساوي ايه؟ هناك كانوا في نفس الاتجاه، فانا المفروض كنت كده هكتب المحصله بيساوي الجمع، هنا في عكس الاتجاه، يبقى المحصله هطرح، يبقى في تحت 9 ناقص فوق 5، يبقى طلعت معايا ب4، يبقى المحصله ب4. طب طالما في محصله يبقى العزوم حوالين اي نقطه بيساوي عزوم المحصله حول نفس النقطه، وهو عايز البعد عن د، يبقى انا هجيب العزوم حوالين ايه؟ د. دي كده اتلغت، فاضل لي كام قوه؟ 3 قوه، ده ماشي كده وده ماشي كده، يعني ماشيين عكس. 5 بعدها ب4، يبقى 5 في 4. هنا 4 البعد بتاعها 7، يبقى زائد 4 في 7. طب ده ماشي كده، يعني ماشي مع عقارب الساعه، يبقى سالب 2 في البعد كله على بعضه اللي هو كام؟ ب10، يساوي ايه؟ المحصله اللي هي ب4 في البعد اللي هو س. هو دايما بيبقى عايز قيمه س اللي انت بتفرضها دي، يعني هو دايما هتلاقيه محتاج قيمه س اللي انت فارضها. طيب انا هجمع دول واقسم على 4، الموضوع خلاص، يبقى 20 زائد ادي 4 في 7 ناقص 20 طلع معايا 28 على 4، يبقى الس بتساوي 28 على 4، طلع معايا 7 اللي هي الإجابة رقم ب. يبقى ده الميم بكام؟ ب، صح كده؟ اللي هي ب اللي هي كام؟ 7. يبقى عايز ده الميم، يعني هو عايز البعد عن د. طب جه قال لك أنا عايز ألف ميم، يبقى هو عايز البعد عن ألف. تمام كده؟ ركز في دي. بص لي يلا. جاب لي رسمة. ج بتنتمي، تمام، ج بتنتمي حيث أ ب ب10، أنا بتأكد إن المعطيات موجودة، دي 15 صورة قوة 3 و16 و8، تمام على الترتيب وعمودية إذا كانت محصلة، فعايز المحصلة، هقول له حاضر. المحصلة دلوقتي بص، وتبعد عن أ، تبعد عن أ، تبعد عن أ، يعني بيقول لك هات البعد عن أ، صح كده؟ طيب هو اللي فوق كام؟ 16 وتحت كام؟ 11، يبقى المحصلة مالها؟ قال لي يا مستر اللي هكتبها تاني، المحصلة مع الأكبر. يبقى إذا المحصلة لأعلى. طب ليه الأعلى؟ لأن اللي فوق هو اللي أكبر. طب طالما في عكس الاتجاه المحصلة بيساوي الطرح. هطرح مين؟ 16 ناقص 8 و3 يبقى كام؟ 11. طلعت بكام؟ ب5، يبقى المحصلة ب5. يبقى هنا هستبعد دي وهستبعد دي. تمام، يا دي يا دي، صح؟ تبعد عن أ، يبقى أنا هحطها قريبة من أ، أدي هي اللي هي ال5، واسمي المسافه دي س وهات لي الس. اقول له حاضر. هروح اجيب العزم حوالين ا كم مره؟ مرتين. يلا بينا. مره للقوه، الثلاثه اتلغت يا مستر، ماشي. 16 هيمشي عكس، يبقى سالب 16 في البعد ده كله 10. طب ده هيمشي مع، يبقى موجب، يبقى موجب 8 في البعد ده كله على بعضه 5 و10 يبقى 15 يساوي. في ناس بتقعد تلف وتدور وما تعرفش الاجابه، ليه؟ ما تاخدش بالها ان الخمسه المحصله هو كمان ممكن يكون بالموجب وممكن يكون بالسالب. ماشي مع، يبقى هو كمان بالسالب 5 في البعد اللي هو س. بص الموضوع بيتكرر، سالب 16 في 10 زائد 8 في 15 على السالب 5، طلعت ب8. يبقى الإجابة رقم ج. المحصلة ب5 وبتبعد مسافة كام؟ 8. يلا. إذا أثرت القوة، والله راجل محترم، بص أسئلة الامتحانات وجايبها لك مرسومة، يعني هو في الامتحان إن شاء الله يجيب لك المسألة مرسومة، يلا الله ينور عليك. إذا أثرت القوة الموضحة أو المتوازية الموضحة العمودية على أ ب، إذا كان تأثير المحصلة يقسم أ ه ب من جهة أ بنسبة. عايز إيه؟ يقسم أ
ألف ه من جهة ألف ه، ألف ه يقسم ألف ه من جهة ألف يعني من ناحية ألف، يعني هو عايز البعد ما بينه وما بين ألف. برضه طب حاضر. فوق كام؟ قال لي 6 و8 14. تحت كام؟ قال لي 9 11. يبقى المحصلة لفوق أهي. بيساوي الطرح، أنت قلت لي تحت كام؟ قال لي 11 وفوق كام؟ 14. يبقى المحصلة بكام؟ ب3. حلو. روح هات لي يلا البعد عن ألف، أقول له حاضر. أجيب البعد عن ألف إزاي؟ أجيب دلوقتي المحصلة أو هجيب العزوم، الاتنين اتلغت، اتفضل كام؟ اتفضل 6. يبقى أنا هقول له 6 في البعد العمودي، بس ثواني ال6 ماشية كده يبقى بالسالب. البعد العمودي اللي هو ب6 ده ماشي كده وده ماشي كده، يبقى موجب 4 وموجب 5. ده البعد العمودي بتاعي، أو 6 و6 يبقى 12. ده البعد العمودي كله، أنت قلت 12 و3 15. ما تنساش ان لسه في 8 ماشي برضو بالسالب، يبقى سالب 8 في 15 و3 18 يساوي. المحصله ماشيه كده، يبقى سالب 3 في البعد العمودي اللي هو س، اصل انا بسمي البعد ده س. حلو كده؟ حلو كده يا مستر. يبقى هقول له سالب 6 في 6 زائد 4 في 12 زائد 5 في 15 ناقص 8 في 18. طلع بكام؟ بسالب 57. هقسم على السالب 3 عشان اجيب قيمه س. يبقى يلا بينا 57 على 3 طلع 19. مستر ده بعيد، ده هنا فين مكانه يعني؟ قال لي يعني هنا 6 صح؟ ايوه، وهنا 6 يبقى 12. 12 3 15. 15 ومعاك 3 يبقى 18. وهي السين طلعت معاك كام؟ 19. يعني هو عدد المحصله بره. ايوه المحصله بره. يعني المحصله فين؟ في الخارج. ايوه. طب هو دلوقتي بيقول لي 19 الى 1 18 الى 19 1 الى 19 19 الى 17. بص، هو انا دلوقتي عايز نقطه تاثير المحصله تقسم الف ه صح؟ يعني انا عايز البعد ما بينها وما بين الف، والبعد ما بينها وما بين ه. طب هي البعد ما بينها وما بين الف كل ده بكام؟ 19. طب البعد ما بينها وما بين ه، انت مش قلت لي ان كل ده 18؟ ايوه، يعني اتفضل لي هنا بره 1. ايوه، يبقى البعد ده كله 19 والبعد الحته دي ب1، يبقى 19 الى 1 منين؟ من الخارج، يبقى 19 الى 1. خلي بالك 19 الى 1 من الخارج. جميل يا مستر السؤال ده، انت اجمل يا حبيب قلبي، انت اجمل يا حياتي. يلا بينا نكمل. يلا حبيبي. السؤال رقم 29 بيقول لي في الشكل المقابل ا ب مسطره خفيفه والقوه متزنه. القوه متزنه يعني العزوم حوالين اي نقطه بصفر واللي فوق بيساوي اللي تحت. اكتب متزن، العزوم حوالين اي نقطه بصفر، وقال لي ايه كمان يا مستر؟ واللي فوق بيساوي اللي تحت. مين اللي فوق؟ ر. مين اللي تحت؟ 7 و6 و4 طلعت معايا ب 17. عايز ايه؟ عايز س. اقول له من عينيا عشان اجيب السين. هل انت محتاج الر؟ لا، بس انا جبتها 17 ماشي. عايز السين، العزوم حوالين اي نقطه بصفر، براحتك. بس انا عشان معايا خبره شويه فانا اعرف اجيب العزوم هنا. عشان مفيش غير السبعه اللي هتستخدم س، انما دي هتستخدم اطوال عادي. انما لو جبت العزوم حوالين الف فده هيستخدم س، وده هيستخدم 2 زائد س، وده هيستخدم مش عارف ايه زائد س. لا، انا عايز استخدم س، يبقى الس موجوده مره واحده في المعادله. فانا هجيب العزوم حوالين ده، فالره هيتلغت. السبعه ماشيه كده مع، يبقى سالب 7 س. ده ماشي كده يبقى عكس، يبقى 6 في 2 ب 12. ده ماشي كده يبقى برضو عكس، 4 في 4 16 بتساوي كام؟ صفر. 12 و16 28 يبقى سالب 28، وهنا سالب 7 س. سالب راح مع السالب، قسمت على السبعه قسمت على السبعه، يبقى السين طلعت معايا قيمتها ب4. يبقى قيمه السين طلعت معايا بكام؟ ب4. يبقى الالف قيمته 4. اللي بعده يا حياتي. يلا بينا هانت اهي. دور تاني 2023. قال لي ده قضيب متزن وزنه ب 12 يستند افقيا على حاملين، اوجد اكبر ثقل. يلا بينا. علمني على كلمه اكبر ثقل ده وقول لي على وشك الدوران. على وشك الايه؟ الدوران. يعني ايه على وشك الدوران؟ يعني رد فعل البعيد بيساوي الصفر. رد الفعل البعيد بيساوي صفر. طب هو الثقل اتعلق منين؟ من ب. يبقى هاجي عند ب اعلق ثقل، اعلق وزن. طب ده رد فعل القريب وده رد فعل البعيد، يبقى رد الفعل البعيد بصفر، مش موجود اصلا. يبقى رد الفعل البعيد مش بصفر دون ان يختل. تمام، يلا بينا. يبقى ر 2 في الحاله دي بيساوي 12 زائد واو. طيب
هو دون ان يختل التوازن، يعني في توازن صح؟ يعني في اتزان، يعني العزوم حوالين اي نقطه بتساوي العزوم حوالين اي نقطه بتساوي الصفر. يبقى معنى كده ركز يلا معايا، العزوم حوالين اي نقطه بصفر، هتجيب حوالين ال 12 ولا الراه 2 ولا الواو؟ انا محتاج واو، فانت تجيب العزوم هم حوالين واو، يبقى انت كده عملت ايه من عندك؟ انا هجيب حوالين د عشان راه 2 تتلغى لان انا اصلا مش عايزها. ماشي، يبقى العزوم حوالين د بيساوي الصفر. يلا ال 12 هيمشي كده، هيمشي كده مع عقارب الساعه، يبقى سالب 12 في البعد العمودي ب 40. يلا ده هيمشي كده، يلا عكس عقارب الساعه يبقى موجب واو في البعد العمودي اللي هو 10 يساوي كام؟ صفر. احسب ده وكروشه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره هيطلع معاك 48. يبقى اكبر ثقل ينفع اعلقه هو كام؟ 48 اللي هي الاجابه رقم مين؟ الف. طب ما هي المسائل اللي فاتت، ايوه بس خلي بالك من الملحوظه بتاعت اكبر ثقل. طيب كده حبيب قلبي نقدر نقول تم بحمد الله الوحده الثانيه اللي هي القوى المتوازيه. حبايب قلبي باشمهندسين ثالثه ثانوي اللي هتشرفني باذن الله باذن الله باذن الله. اشوفك في مراجعات تانيه قريب. السلام عليكم.